دلوقتي يا جماعة حبيت اصور فيديو، قلت بشكل جديد كده وقت السحور، يعني الساعة دلوقتي 3. فكرة الفيديو ان انا هصور في يوم انا طاقتي فيه يعني اللي هو زعلانة، هو عايز ياكل بس شايل الاكل من الفطار لوقت تاني يعني عشان ياكل. عشان عاملة ازازة المية يعني عشان كله بينزل. هيسألني بالنسبة للسحور بتاعي. قلت الصراحة من شوية زبادي. هحكيلكم بقى بالمشاكل ولا هقعد اقول لكم مشاكل وتفاصيل، هكلمكم عني انا حاسة يا جماعة ان انا مش مستقرة، مش عارفة اقول لكم ايه الصراحة. فتحت الفيديو ده عشان انا متضايقة لانه انتوا عارفين ان انا في ثانوية عامة وخلاص احنا فاضل يعتبر 3 شهور على الامتحانات. عارفين طبعا اي طالب في الفترة دي بيبقى عامل ازاي. غير كده السنة دي يا جماعة من بداية من 2025 لغاية 2026 اهو احنا في شهر داخلين في شهر 3. بداية من شهر 7 اللي فات 2025 لحد شهر 3 2026 اهو عدى 8 شهور في حياتي ما حصلت لي كمية المشاكل اللي حصلت لي الفترة دي، سواء ترميم ولا مشاكل كتيرة من السنة مستغربة. غير ان المدرسين يا جماعة عملوا معايا كمية مواقف سخيفة لا تعد ولا تحصى. بقيت احس بجد كأن البني ادمين والمواقف متسلطين عليا والمشاكل. يعني المشاكل اللي بقيت استغرب فعلا، بقيت اخر فترة اقعد اقول لنفسي هو في ايه؟ يعني هو المفروض السنة دي اكتر سنة يبقى فيه هدوء شوية ومفيش مشاكل وكده عشان اعرف اركز اعرف اذاكر، لان انا لما نفسيتي بتتقفل والله ما بعرف ابص في كتاب. فمعرفش، انا قاعدة اهو بوثق معاكم لحظات من حياتي، وده عشان سببين. السبب الاول اقنع الناس اللي بتتفرج عليا انه مش كل حاجة. في ناس بتبص اللي هو ايه دي بتنزل فيديوهات وبتسافر عند جدتها ومش عارفة ايه، وانا كده خلاص انا كده عايشة حياتي وما عنديش مشاكل خالص. ولكن خلف الكواليس يا جماعة اول ما بتطفي الكاميرا دي تكون في مشكلة بعدها كبيرة جدا، ولا حد توفى ولا عمل حادثة ولا مصايب. وعشان كمان بحس ان ده بيربط بيني وبين متابعيني اكتر، ان انا اصور لهم في الوقت اللي انا حزينة فيه وفي الوقت اللي انا فرحانة فيه، بحيث ان هما يحسوا كأنهم عايشين معايا، عاشوا معايا على الحلوة والمرة زي ما بيقولوا. بس فخيروا كتاب لهذه القعدة الجميلة اللي هتبقى مليانة تذوق المعاني والشعر. يا سلام، انتوا جيتولي في ملعبي بقى يا جماعة. مش عشان انا مبهرة يعني انا بكتب شعر، بس قصدي يعني في ملعبي عشان انا بحب الشعر. كتاب كيان معروف غير في الحل، جميل قوي، جايب امثلة ادبية الابلاغ. المهم يعني، فبما ان الادب هو عبارة عن شعر كتير جدا من شعراء العصر الجاهلي او شعراء عصر حديث، كل ده لكم اكتر ابيات عجبتني. وكانت اول بيتين شعر يا جماعة يقول ابراهيم عبد القادر: بكيت بكاء اليأس لا يأس مثله، وقلت وبي من سانح الموت خاطر، أجرني من ظلم الحياة ولومها فإن شقائي مثل هجرك زاخر. يقول عباس العقاد: فشت الجهالة واستفاض المنكر، فالحق يهمس والضلالة تجهر. اسمعوا بقى البيت ده يا جماعة. يقول عبد الرحمن شكري: كم جنينا من أفانين الألم، زهرة سوداء من زهر الندم، لونها مأخوذ من لون الظلم، عابس فوق شفاه المبتسم. يا سلام من الآخر. والفكر كالنار في الأحشاء كامنة، حتى يزاع فيبدو ساطع النور، والحر إن لم يطق إرسال فكرته، راعي الآنام بدام الصدر منحور.
حسن كامل الصريفي. راحة القلب من نحيه الهدى، قلبي غدا في زمرة المتعبين، ملتقى على اليأس يسف الأسى، ويكتم الشكوى ومر الشجون. يا سلام. الكتاب التاني اللي هو الإبلاغ. وآخر حاجة بقى هسمعكم من شعري أنا. ودلوقتي يا جماعة هقول الشعر اللي أنا كتبته. في أول حاجة هقولها لكم هو يعتبر سطرين كده، ده كنت بادئة، ده كنت في أولى ثانوي، لأن أنا بكتب من أولى ثانوي شعر. ماشي. فشاعر حزين ليس بيده إلا نثر الحروف، وتكوين الكلام الجميل، معناه عسير وقوله يسير، والشعور به مرير. وهل بعد الحرب تكون الديار معمرة، فالنفس بعد الصعاب أطلال. لما الدهر كان قصة وفصول عصيبة، ولما الحلم بعيد والطريق طويل، ولما اليأس يسكن بي وأنا حالمة، وهل هناك دواء لداء الألم. أنا يا جماعة كده. وكمان في حاجات تانية كاتباها كتيرة بس في الحلقات القادمة إن شاء الله. يا ترى انبسطتوا في القعدة العشوائية أو في المطبخ بعد كده جبت علم انتوا فاهمين. المهم يعني ان شاء الله يعجبكم الفيديو، اللي جاي احلى ان شاء الله. وسلام.